الفيلم ديالنا غيبدا مع ايفانا المحاميه وهي راجعه للدار من الخدمه. تفكرت باللي نسات تليفونها في شي بلاصه ما عقلاش عليها. شويه عيط لها طليقه دانييلو في التليفون ديال الدار وقال لها مره نولي ندوز عندك للدار ندي معايا الكلب ديالك دينو يتمشى شويه معايا. ومن وراء هذه المكالمه جاء ميساج من واحد مجهول مكتوب فيه باللي لقيت تليفونك، لا بغيتيه عيطي لي في هذه النمره. وهي تخود ختنا النمره وصونات لها. جاوبها خونا اللي لقى التليفون قال لها باللي نسيتي تليفونك فوق الطابله اللي كنتي جالسه فيها في القهوه اليوم، وانا اللي لقيته تما. وقال لها باللي ما قدرش يتباع يجري من وراها بسبب الكلب الكبير اللي كانت شاده في يديها. هو يعرفها براسو قال لها سميتي ليو، وقال لها الا بغيتي الغد ان شاء الله نتقاشعوا في نفس القهوه ونشربوا شي قهوه ومن نعطيك تليفونك. نيت ختنا المحاميه بكل لطف قالت ليه مرحبا. نهار الاخر لبست وتقادت ومشات عند خونا ليو، ولكن غير دخلت القهوه بقات كتدور في عينيها حيت اصلا ما كتعرفوش كيف داير. واحد شويه طلع من وراها هبطت عينيها كان راجل قصير وقال لها بلي انا هو ليو. مشاو جلسوا وهي مسكينه ما كانتش كتوقع يكون قصير حتى لهاد الدرجه. وهو يبدا داويله على راسه قال لها باللي كنت مزوج ومرتي ماتت وعندي بنيه قريبه طلع للجامعه، وقال لها باللي انا طبيب جراح ديال القلب في هذا السبيطار اللي كاين هنايا. وهاد ليو رغم قصر القامه ديالو ورغم الاعاقه خونا ضحوكي وما كاين غير التفراك. وايفانا عجبها وارتاحت ليه وبدات كتعاود ليه، قالت لي باللي هي محاميه وراجلها كان شريك معها في المكتب ودابا طلقوا بسبب شي مشاكل اللي خلاوها مضغوطه. خونا البتيبانا فهم البلان، جبد التليفون وعيط لشي صاحبه وقال ليه شي ساعه نكونوا عندك وجد راسك ابو قال. وملي طلع قال لايفانا يلا معايا لو بغيتي تنسي كاع المشاكل اللي عندك. وبان باللي خونا عيط لشي صاحبه عنده طياره باش يديها يطير بالباراشيت. وملي طلعوا ايفانا جابوا دواخ وتخلعات من داك العلو كامل بقات كتغوت، ولكن راس البتيبانا نقز بها ما عقلش عليها وقال لها حلي عينيك واستمتعي لي بالمنظر بنت عمي. وفعلا ختنا المحاميه عجبها المنظر ويني البتيبانا طلع ما سالش. المهم خلاها تكالمات وتكونسونطرات. وملي نزلوا ايفانا بقى عاجب الحال بقات عاطيها للضحك والتفراك والتنقاص. شويه خونا ليو جاتو مكالمه من السبيطار قالوا لي يجي باللي كاين شي واحد دخل ايرجون دابا خاصك طير وتجي. ركب الطوموبيل ديالو ودا معاه ايفانا للسبيطار فين خدام. نزل وقال له باللي دخلت نمرتي عندك في التليفون، لا شي مره بغيتي نعاودو شي تنقيزه صوني ليا. بتيبانا علاب خلاه ودخل غرفه العمليات. ايفانا بغات تعرف شكون هاد السيد اللي باغي يدير هاد العمليه، وهي تنقز واحد الويان من وراها في السبيطار. قالت لها باللي البابا اللي جاي يزور البرازيل تلف هنا وحالته حاله مسكين، وقالت لها مع الدكتور ليو كاين هنا فلا خوف على البابا حيت ليو من احسن الاطباء ديال القلب اللي كاينين في العالم. وملي سال اخونا الدكتور بتيبانا العمليه خرج عند الصحافه قال لهم ما تخافوش سيدنا البابا في صحه جيده، العمليه نجحات. وهما يبداو يصفقوا عليه. داز نهار خونا ليو رجع للدار باش يشوف بنته ويعاود لها الفيلم اللي طرا ليه اليوم مع ديك طاوله عوراج. بنته غفلاته وهزت التليفون ديالو شافت تصويرتها قالت ليه زوينه الوالد خاصك تشوفها مره اخرى. الله يعطينا شي تيتيزه بحال بنتك راس البتيبانا. وفي الليل ايفانا جالسه في دارها شاده التلفازه كتفرج، هو يطلع الخبر ديال لي خونا في التلفازه والناس كتشكر فيه حيت نقاد لهم البابا من الموت. ويعجب الحال بهذا الخبر. وثاني يوم مشات ايفانا للخدمه وجا طليقه دانييلو يعني الشريك في الخدمه في البيرو، وبقاو كيتناقروا مخاصمين وهي توقف بيناتهم المساعده كولينا وفرقاتهم. وفي الاخير قالت لي ايفانا قالت لي غير خذ هذا البيرو انا غنقلب على ما احسن منه. ونيت المساعده كولينا حتى هي قالت لي غير ربح بها انا نمشي نخدم مع ايفانا ونخليك. وملي خرجت ايفانا من الباب جاء ميساج من قزوم راس البتيبانا اللي قال لها اش بان لك نمشيو نديروا شي تنقيزه اليوم. وهي تمشي عنده تلاقاه لكن كان نهار كحل وصبت فيه الشتا ما بقى لا تنقاز لا تحنقيس. وقال لها يلا نديك لبلاصه اخرى غتعجبك ودار واحد المطعم الاجواء فيه سحريه يا خوتي وكلامه لا الدواء طاب من احسن الحلويات اللي كاينه في البرازيل. سمحوا لينا الناس اللي كيموتوا في الحلويات. المهم حسوا باللي هما قراب لبعضياتهم واخا فارق الطول ماشي مشكل. خونا قزوم رجع للدار وبدا يعاود لبنته كاع اللي طرا وهي تقول ليه طاح الحك وصاب غطاها بابا طحت يا الوالد الحب هذا. وفي ذاك النهار ما مات ايفانا كان عرس ديال خوها فلاديمير باش تختار معاها اللبسه اللي تلبس في العرس. ومامات ايفانا لاحظت واحد الحاجه، لاحظت باللي ايفانا فرحانه هذا النهار وقالت ليها ياك ديما ملي كنبغي نختار انا وياك شي لبسه ديال شي مناسبه ديما كنتخاصم انا وياك كل واحد كيجر في بلاصه، كيفاش اليوم متفقه معايا؟ ايفانا قالت لها انا كندير اللي كيريحك الوالده. ما كانتش عارفه باللي ليو ميسي هو سر السعاده ديالها. ما علينا نمشيو ليو اللي باقي كيبدل في اللبسات وكيتشاور مع بنته باش يطيح ايفانا
لكن بنته قلبت الموضوع وقالت لي ما عرفتش اش من جامعه غندفع لها بابا، ما تسوقاش، وقال لها انت غتولي دكتوره ديال القلب بحال باباك ابنتي. نرجعوا عند ايفانا اللي عيطت لطليقه باش تلصق فيه الكلب يدوروا شويه. راكم عارفين القانون في البرازيل، العيالات اولى وحاكمين عمي. عطاتو الكلب وهبطت، وكان ليو كيتسناها لتحت. راجل طل من الدروج ما فهم والو، بانت لي غاديه مع راجل قصر منها، تصنم مسكين. ما علينا، خرجوا مشاو لواحد الحانه اللي هي البار عندنا هنا، ماشي بحال البار ديالنا هنا طايح اكثر من نايط، بنادم سكران وكيبان لك مكالمي عادي. ما علينا، هاد الحانه موالف ليو ميسي كيجي لها، هو يطلب من البارمان قال ليه نوض مزكنا شويه بحال ديما. وهي تكتشف ايفانا باللي خونا ليو كيعزف مزيان، وهي تقول ليه غير نوض مزكنا. نوض شجعاتو تناض باش تشوف واش كيعزف مزيان ولا لا. ناض شد ديك الكمانجه الكبيره وبدا يضرب، وكل شيء تما تفاعل معاه، وناشطين ومنوضين اشطيح. واحد شويه خونا ليو لاحظ باللي ايفانا كتشطح، وواحد خونا برصدها واقف قدامه وكيشطح، يعني باغي يطيحها، وهو يحبس. وقصدو جا عنده وقال ليه باللي هاد السيده راه معايا اخي العناب غيرها. المهم خادها من يدها ومشى وبدا يشطح معاه، ولكن خونا العناب بقى تابعه في صحته وقال ليه اش قربك لشي شطيح يا قزوم. خونا ما تسرطش ليه، هو يقول ليه اش بالك نتحداك نشطح انا وياك قدام هاد الناس والدص يخلص عمي. وفعلا اللي يطلع ناضي في الشطيح وربحوا وتفرتك المجمع، وخرج هو وايفانا وداز ليله في السرا، وختنا زادت طاحت فيه. ونهار تاني فاقوا من الناس، خلاوه مشى للخدمه، فقط لقات ورقه مكتوب فيها خذي راحتك بنت عمي، الدار دارك. هاي المهم دوشات ايفانا وطلعت لخدمتها. وفي ديك الوقيته طالقه دانيلو مجمع هو والمساعده ديالو، وقال لها باللي ايفانا طايحه مع واحد قصار منها. وداك النهار كان ليو دايرين ليه تكريم حيت نقاد ليهم البابا من الموت، والناس عاجبها الحال وكتصفق ليه. نرجعوا لايفانا اللي وصلت للخدمه فرحانه، ولكن للاسف لقات طليقها في البيرو وقال لها خليتيني وطحتي مع واحد قصر منك. اش هاد العابات، اهانه هادي، ما تسوقتوش. ودارت عند كولينا وبدات تعاود لها، قالت لها باللي هو دكتور كبير ديال القلب هنا في البرازيل ودمه خفيف وضحوكي. وخونا طليقه كيسمع وكيتفاقس، ما بصروطاش ليه. رجعت للدار وهي فرحانه، وهو يوصل ميساج من دانييلو الطليقه قال لها باللي باغي يبقى شريك معاه في المكتب، ولكن هي صيفطات لي فوكال وقالت لي باللي انا باغا بيرو كبر من هذا صغير ما نافع بوالو. عقلو مزيان على هذا الفوكال هو اللي داير عليه الفيلم. وفي النهار الثاني جا عندها ليو الباطيمه فين ساكنه، دخل السنسور وهو يتحنسر، ما قدرش يوصل للبوطونه ديال الطاج الثامن. وكان باغي يعاونو واحد ليفرور كان معاه، ولكن هو ما رضاش باش ما يطلعش عليه. المهم غفل ليفرور، خرج وطلع مع الدروج عفط على رجليه حتى للطاج الثامن. وصل للبارطما مع الدخله شافوا الكلب ديال ايفانا، يحسب ليه غير مش مع هو قصير مع هو قصير ويهجم عليه. كاتو ايفانا وقال لها باللي هو اللي غادي يطيب العشاء الليله. دخل الكوزينه وبقى كيعاني مسكين مع المواعن عالين عليه، كل حاجه في بلاصه، ولكن لقى كرسي وقضى الغرض بحال خونا جاك مع الصندوق. ما علينا، وجد لهم عشا ناضي وعجبها ايفانا الحال، وهما شادين لحتيت. عيطات ليها امها غير باش تاكد عليها على حساب العرس ديال خوها. هو ينقص قزهم وقال لها هاد الشيء علاش مخبي عليا هاد المناسبه حشومه، وهي تقول لي الا بغيتي تجي مرحبا بك، ولكن بقات كتعطيه في الاعذار باش ما يمشيش، خايفه عليه يطلعوا عليه تما في العرس ويتقلق لهم ويصدق معقد. ولكن خونا جلطيطه ميسي قال لها غنمشي، هي غنمشي يا بنت عمي. المهم وغيجي نهار اللي فيه الخطوبه يعني قبل العرس، وغيجي ليو يدق عليهم في الدار، ولكن ملي شافوهم مالين الدار يحسب لهم غير من صحاب الاستعراض، دوك صحاب الكلونات وكذا. دخلوه ولبسوا واحد اللبسه ديال الارنب. خونا ولع الدنيا وزها مزيان مع هو ضحوكي وكيفرك. من وراها جا عند العائله ديال ايفانا وجات معاه باش تقدموا لهم، وقالت لهم باللي هذا هو الصديق ديالي. هما يقولوا ليه باللي انت الصديق ديالها وضحوكي صالحه مع راجلها حيت كيبغيو بعضياتهم. خونا سمع ديك الهضره وهو يمرض. نهار الاخر اللي دخلت عليه بنته وهي فرحانه، قالت لي بلي تقبلات في الجامعه، فرح بزاف ويعيط للبابا باش يشكروا. نرجعوا لايفانا اللي قالت لامها باللي هذاك ليو كيعجبني بزاف وراه حبيته وراه غنجيبو معايا نهار العرس ديال خويا. ولكن امها تصدمت وقالت لها واش انت حمقى طحتي في واحد قصر منك، ما جاتش معاك، وهي تعصب امها. المهم بقاو يتناقروا، وقفات الطوموبيل خلاتها ونزلات ونسات تليفونها عاود ثاني، ومشات للمكتب وتلاقات ثاني مع طليقها وزاد كمل عليها، وهي تقول ليه باللي غنولي نخدمها من الدار ما غتبقاش تشوفني في هذا المكتب. وقالت ليه واخا ليو قصير راه يحير بن عمي، خلاته تما خارجه ويتبعها وهي تسعر عليه. واحد شويه غير هما خرجوا وصل ليو للمكتب، بقى غير المساعده ديالهم سولها على ايفانا، قالت ليه اجي جلس هنايا. يلاه خرجات، انا نعيط لها ولكن ما جاوبتهاش. شويه رجع دانييلو طليقها معصب
وهو كيسب، ولكن ما شافش قزوم في الكرسي جالس قدامه. اتا وقف قدامه وبداو ناقرين حتى تشانقوا. عطيني نعطيك، صدق قزوم قبيح مع راسو، سلخو مزيان. تا دخلت عليهم ايفانا فكاتهم، ولكن دانييلو جبد التليفون وقال لي ايفانا كضحك عليك ابن عمي، وسمعوا داك الفوكال اللي كانت قالت ليه بغيت واحد كبير ماشي هذا صغير. كانت كتهضر على البيرو، ولكن خونا قال لي راه عليك انت. ولكن قزوم مسكين سرات معاه وحسب عليه. المهم كمد في قلبه وغير في حاله. معاه هبط من الدروج، تلاقى مع داك ليفرور مع الدوره، عطاه بالشكاره تنعس. جمع النوض وناض مشى للدار باش يحضر الحفله اللي دايره بنته. هو يتفاجئ باللي قالت ليه باللي هي تقبلات في الجامعه البيطريه. هو يقول لها كنتي كتكذبي عليا بنتي ولا شنو؟ هي تقول لي غير ما سمعتينيش. شويه وهي توصل ايفانا وجيبها مع الكادو لبنته. قربت ليه باش تبوسو، ولكن قزوم هرب وجهه وقال لها انتي تستاهلي شي واحد اللي طول مني وكبر مني، انا صغير. اختنا ما فهمت والو وقال لها خرجي لي من داري اختي الله يسهل عليك. مشات في حالاتها، وديك السيمانه دازت عليهم صعيبه. كل واحد يبكي في جهه، هو يبكي في دارو، ايفانا كتبكي في دارها، حيت بصح طاحوا في بعضياتهم ولاو كيبغيو بعضياتهم. ورغم ذلك ايفانا صيفطات ليه دعوه باش يحضر العرس خوها. غير شاف ديك الدعوه كمشى ولها في العافيه، حيت اصلا ما غاديش يمشي عنده. النهار الثاني دخلت بنته وبدات كتناقش معاه وقالت ليه كيفاش بغيتي الناس تقبلك وانت ما مقبلش راسك وما قابل حتى شي حد يساعدك. وهي تقنعوا بكلامها وقال لها باللي غتولي دكتوره بيطريه عظيمه ان شاء الله بنتي. ونهار العرس ديال الاخ ايفانا جا دانييلو طليقها مول المانيرا اللي كذب على ليا. غير شافته ايفانا وبدات كتغوت، وزادت تعصبات ملي عرفات ماما هي اللي عرضت عليه، حيت هي مشات مدفكه مع داك الفوكال. ما علينا. قالت لي اما انا ملي سمعت واحد الفوكال كان مخدمو دانييلو في المكتب نهار لقيتهم مخاصمين هو وليو، قلت غتكونوا رجعتوا مع بعضياتكم. لكن ايفانا ما فهمت والو. قالت لها اش من فوكال ماما؟ وهي شرح لها، قالت لها باللي كنتي كتقولي انك محتاجه حاجه اكبر من هذه، كنتي كتهضري على ليو. وهي تقول لهم باللي هي كانت كتهضر على البيرو يعني المكتب، بغيت واحد كبير ماشي هذا صغير. وهي تدخل في خونا دانييلو بواحد الكروشي تنعس خونا على هاد الكذبه اللي دار. خاصمه مع حب قلبها قزوم. هو ينقص باباها السي حنفي، وكان اول مره يهضر بهذيك الطريقه. قال لهم انا كلمتي ما تطيحش للارض، وبنتي من حقها تختار الراجل اللي بغات، يكون قصير ولا طويل، المهم تكون كتبغيه. ومع تعصب جاتو ازمه قلبيه، طاح بيهزو غير للسبيطار اللي فيه خونا ليو خدام. ولكن في ديك اللحظات كان ليو تنادم مع الحال، وصل معطل الحفله ديالهم، لقاها تفرتكات. ولكن لقى مازال واحد من دوك المعروضين عاود ليه الفيلم اللي طرا تما. هو يركب الطوموبيل ديالو غير ديمارا لقاها مبيسه، شي حاجه تهرست تما قاست ليه البنوه. غير تلفت ويلقى خونا الليفرور مول البيتزا عنده موطور، طلبوا يوصلوا للسبيطار. وكانت هذه اول مره ليو ميسي يطلب شي حاجه من شي واحد نفسه عند نيفو. المهم وصل للسبيطار، لقى العائله ديال ايفانا كتسناه. المهم دخل عند السي حنفي، دار ليه الفحوصات، قال لهم باللي ما عنده والو غير الغاز اللي دار ليه هادشي، حيت قوى المناضه. السي حنفي بقى يدور في عينيه. المهم عاودوا نشطوا، وهي تقول لهم الطريطوره باللي العرس غنكملوه هنا في السبيطار، وجدوا راسكم. وهي توقف ايفانا، خدت الميكرو باش تقول لهم كلمات زوينين، وبدات كتهضر على الحب. وهو يخرج راس البتيبانه من وسط الناس، وهي تشوف فيه وقالت لي باللي حجمك يا ليو ماشي مهم بالنسبه ليا، المهم هو انت، وانا كنبغيك بزاف والناس عجابها الحال. وجات نوبه ليو باش يطلع يهضر، لقاو مشكل غير مع الميكرو، جا طوال منه. غير شاد الميكرو وبدا قال لهم باللي ما عمرو لقى راسو ولا عمرو شاف الحب حتى النهار اللي تلاقى فيه مع ايفانا بسبب داك التليفون. كيتمنى تكون هذه البدايه ليهم من جديد. خلى جميع الناس اللي حاضره تما متاثره وكتبكي. وبصح الحب كيخلي اللي كيحب ما يشوفش العيوب في الشخص اللي كيبغيه. كانت هذه هي النهايه خوتي. كان معكم اخوكم عبدو.